وبركاته. هنشتغل النهارده بالعينة من أحد العينات الموجودة في الموقع بالماء الملكي، وهنا هنحضر الماء الملكي. طبعا احنا حطينا العينة اهي، ده الهيدروكلوريك زي ما احنا شايفين ده على طول تفاعل. وهنحط النتريك، طبعا الهيدروليك 3 والنتريك 1. كده عندنا ماء ملكي مع العينة هيبتدي يتفاعل. بعد التفاعل اللي بيحصل بعد ساعة أو ساعتين، الماء الملكي بيقوم بعملية تذويب الذهب الموجود في التربة. كده هيبقى معانا الماء فيه ذهب، يعني ماء ملكي محمل بالذهب. بعديها الاختبار بكلورايد القصدير هنضيفه على الماء الملكي، ولو قلب باللون الأسود معناها العينة فيها ذهب كثيف جدا. لو ادانا لون أسود في الجوانب والباقي مفيش، يبقى كده العينة فيها معادن نفيسة تانية وتعتبر غنية، وتعتبر عينة غنية جدا، أغنى من الذهب، لأن بيكون فيها مجموعة المعادن النفيسة والغالية جدا، البلاتينيوم، الروديوم، وبعض من المعادن الغالية.